عليكم. يقاس المرء بعمله، فهو محسن إن أحسن ومسيء إن أساء. المغرب فيها ما يزيد على 34 مليون نسمة من الفضلاء والعلماء والنبلاء. مسابقة للقرآن الكريم عندنا في البحرين باسم مسابقة القارئ العالمي، أغلب الجوائز حصدها شباب المغرب في أغلب الفروع. وقتها قلت عن هذا المشهد: تسونامي مغاربي. أقولها وأنا متيقن: لو رفع القرآن من صدور أهل المشرق فلا تخف، ستجده في قلوب أهل المغرب. نحن نعرف بلاد المغرب وأهلها، بلد كله حضارة وكله تاريخ وكله علم. لو نطق الجدار في المغرب لنطق حضارة، ولو نطق الحجر في المغرب لنطق تاريخا، ولو نطق الورق في المغرب لنطق علما. يكفي أن المغرب تحتضن جامعة القرويين بمدينة فاس، وما أدراك ما جامعة القرويين، أقدم جامعة في العالم بحسب اليونسكو، فقد بنيت في منتصف القرن الثالث الهجري، وما تزال إلى الآن تخرج العلماء والفقهاء وذوي الشأن الكبير. المغرب بلد مسلم عربي فاضل خير، حتى بقسمي عرب وإخواننا الأمازيغ كذلك، والأمازيغ لهم تاريخ عظيم في نصرة الإسلام وحمايته، وفيهم حتى تصوروا معي يتأدبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبا عجيبا. جامعة محمد الخامس، في جامعة سيدي محمد بن عبد الله، في جامعة مكناس، في جامعة يعني فيها خير كثير. وعلى إخوتي وعلى الطيبين في هذا البلد الخير، البلد الطيب الذي حصن من حصون الإسلام وله تاريخه المشرق في خدمة هذا الدين، جامعة القرويين، جامعة خرجت العلماء والفقهاء والمحدثين والأخيار. أي نعم، أقول أسأل الله أن يوفقهم. أريد أن أقول للشعب المغربي: هنيئا لكم بأمنكم، هنيئا لكم بوطنكم، هنيئا لكم بنقاء مدنكم. يعني أول ما لفت انتباهي وهبطت الطائرة يعني على أرض المغرب الشقيق، سبحان الله، لاحظت نظافة الشوارع، ونظافة الشارع يدل على نظافة القلوب، ونظافة القلوب تدل على التدين الحقيقي لهذا الشعب. فهنيئا لي أنا شخصيا أن الإنسان له معالم في حياته، لي معالم كثيرة في حياتي، سوف أعتبر هذه الزيارة معلما كبيرا أن التقيت بأحبتي وأبنائي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب، المغرب في أشياء متميزة، تعرف حتى الشاي المغربي له طعم. المغربي إذا جاك يصنع لك الشاي قصة ورواية، يأخذه أمامك ويحدثك، وحتى شيء. الحمام المغربي، المطعم المغربي مرة من المرات قفز إلى المطعم الأول في العالم. المغرب مثل ما قال عبد الله الفيصل رحمه الله: اشتقت المغرب وأنا توني جاي، الله يصبرني على حر شوقي. المغرب يقول شاعر عربي: يا مغرب الأوفياء افخر فما بلد إلا تمناك أما واشتاك أبا، وكاد يحكيك صوب الغيث منسكبا، لو كان طلق المحيا يمطر الذهب، والليث لو لم يصد، والشمس لو نطقت، والدهر لو لم يخن، والبحر لو عذب. جمال الطبيعة والطبائع، الإنسان والمكان في المغرب شيء، وهي ملفى للحضارات وحاضنة للوافدين. حتى إدريس الشريف لما نزل احتضنوه الأدارسة، العلويين، السعديين، المرابطين، الموحدين، وهم يعني أمة مضيافة، وطبيعتهم طبيعة حضارية، لأن الحضارة تركك الطباع، ولذلك بينهم تآلف وتصالح وتجانس داخلي، مذهب سني مالكي، وممنوع عندهم سب الصحابة، وهذا من الفضائل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في ساحة مسجد عظيم رائع مليان روحانيات، مسجد الحسن الثاني في كازابلانكا دار البيضاء. إيه المكان الرائع اللي أنا فيه ده؟ وإيه الروحانيات الرائعة، وإيه حلاوة المسجد اللي أنا دخلت وصليت فيه. المكان ده بالساحة بتاعته بيتملي في رمضان بشر، كل ده بيبقى عامل بشر، والجميل إن هو على البحر على طول، فهو جزء من البحر. والعجيب يا جماعة إن المسجد دون اتبنى بمشاركة أهل المغرب كلهم، يعني مش
الملك اللي دفع الفلوس، ده حصل اكتتاب عام بين كل أهل المغرب عشان يتبني مسجد عظيم بساحة رائعة تسع عشرات الآلاف من المصلين. ولو شفتوا المنظر في رمضان هتلاقوا عشرات الآلاف من المصلين بيصلي فيه. أنا صليت فيه النهاردة، صليت فيه الظهر والعصر في أول يوم من رجب. أما روحانيات رائعة بشكل، أما حسيت بحلاوة بلد جميل بشكل، وأما أهله قلوبهم رقيقة بشكل ومحبين للإيمان بشكل. أنا الحقيقة في غاية السعادة وأنا موجود النهاردة في المغرب.